من القضايا التي أثارت الجدل في السبعينات من القرن الماضي كانت قضية مقتل الممثلة المصرية ميمي شكيب. كان اسمها الحقيقي هو أمينة شكيب. درست بمدرسة العائلة المقدسة وأتقنت اللغة الفرنسية واللغة الأسبانية. عرفت منذ طفولتها بشقاوتها وخفة ظلها، وهو ما انعكس على أدوارها في المسرح. حققت نجاح كبير خاصة في مسرحية تسمى الدلوعة، وبعدها لقبت ميمي شكيب بدلوعة المسرح. وتزوجت الممثلة ميمي شكيب من الممثل سراج منير بعد قصة حب كبيرة استمرت سنوات. اتقدم سراج لأسرتها عدة مرات وتم رفضه إلى أن تم الزواج، والذي استمر 15 عام وانتهى برحيله في العام 1957. وده كان نتيجة أزمة قلبية مفاجئة ليتركها تواجه الحياة بمفردها. وتبدأ مأساة ميمي شكيب في فبراير من العام 1974 لما تم القبض على ميمي شكيب في قضية مشهورة عرفت إعلاميا بقضية الرقيق الأبيض، حيث تم اتهام ميمي شكيب بإدارة منزلها للأعمال المنافية للآداب، يعني بين قوسين في الدعارة. لكن بعد 170 يوم من المحاكمة تم الإفراج عنها بدعوى إن التحريات لم تثبت التهمة عليها وعلى المقبوض عليهم معاها. ورغم حصولها على البراءة إلا إن حياتها لم تعد كما كانت، فقد تأثرت نفسيا كثيرا وهي داخل السجن. ودخلت بعد ذلك مصحة للعلاج النفسي، وبالتالي قل إنتاجها في مجال التمثيل. وكان أبطال هذه القضية 12 فنانة ورجل عربي واحد اتهموا بممارسة الدعارة. وكانت المتهمة الرئيسية في القضية هي الممثلة ميمي شكيب وأمل رمزي وناهد يسري وسامية شكري، بالإضافة لعدد من السيدات خارج الوسط الفني. وفي أحد البرامج زعمت الفنانة أمل رمزي أن زعيم عربي راحل هو من دبر هذه القضية خلال تلك الفترة، وقالت إنه كان بيزور مصر بشكل منتظم وبينظم حفلات خاصة للفنانات، وبعد رفض عدد منهم لهذه الحفلات دبر هذه القضية لهم.